السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل في الفيديو ده ايس كريم الكنتالوب او الشمام. حلو جدا وسهل وسريع، مبياخدش وقت، مفيش مكونات ولا افتكاسات، وفي نفس الوقت انت بتكوني ضمناه لان هو مفيهوش الوان صناعية ولا فيه مواد حافظة. تقدري تعملي لاطفالك وتفرحيهم في البيت بكل سهولة. هنعمل كده معايا كنتالوب. هناخد القلب بتاعه كده وهنضيف معلقتين من السكر وكوباية من المية وهنضربه في الخلاط. هنركنه بقى على جنب دلوقتي، وهنقطع الكنتالوب بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنقطع مكعبات صغيرة كده، وهننزل بالخليط اللي احنا عملناه على الكنتالوب، وهندخله الفريزر لحد ما يتلج. اول ما يتلج معاكي كده هنبتدي ننزل بيه في الكبة بتاعتنا. شايفين؟ سهل جدا، مفيش اي اضافات، مفيش اضافات كتيرة ولا في اي افتكاسات. هننزل بقى بيه كده في الكبة وهنبتدي نضربه. هنزل بباقي الكمية بتاعتي كده. تمام، خلاص بقى جاهز معايا. هبتدي بقى اصبه في العلبة بتاعتي وهندخله الفريزر مدة بقى يعني 6 ساعات كده ممكن، علشان يتماسك معاكي كويس. وبعدين بقى بمعلقة الايس كريم كده هتبتدي تقدميه بألف هنا. ممكن بقى تجيبي البسكوت ده بيتباع جاهز وتقدمي فيه كده، الاطفال هيفرحوا بيه جدا. ومعايا الشوكولاتة الالوان دي هزين بها من فوق كده. شايفين شكله تحفة؟ جبت بولة كمان كده وعملت فيها ضفت فيها ايس كريم وزينته كده بالشوكولاتة، صوص شوكولاتة، ونزلت فوقيه كده بالفارماسيل الشوكولاتة الملونة دي. وبألف هنا، بسيط جدا ومفيهوش مكونات يعتبر كتيرة، مبياخدش وقت. اتمنى تجربوه، باذن الله هيعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.